السلام عليكم، معاكم محمد خيري وده اكسكلوسيف فلوج. التكنولوجيا الجديده موجوده في كل حاجه في حياتنا، في البيت، في العربيه، حتى في متعلقاتنا الشخصيه. مين فينا معهوش موبايل سمارت فون يستخدمه عشان يتصفح بيه السوشيال ميديا ويستخدمه فيه ان هو يسهل له حياته؟ ومنها كمان السمارت ووتش. انا طول عمري بستخدم الساعات الانالوج وقررت ان انا اغير واجيب سمارت ووتش، بس انا بحب العربيات، وعلشان بحب العربيات فكرت ان انا اجيب حاجه ليها علاقه بالعربيات، وده اللي خلاني اشتري الساعه الاوتوفيكس ووتش. دي ساعة اوتوفيكس ووتش من انتاج شركة اوتل، الشركة المعروفة بأجهزة الفحص الدياجنوز والبرمجة للعربيات. الساعة دي ساعة سمارت ووتش زيها زي أي ساعة تانية، بس فيها ميزة حلوة جدا إن أنا أقدر أستخدمها كمفتاح للعربيات اللي مجهزة مفتاح سمارت كي مختلف أنواع العربيات. أقدر بمنتهى البساطة أبرمجها العربية وأستخدمها كمفتاح. لو نسيت المفتاح في البيت هقدر إن أنا أفتح العربية وأشغلها وأمشي بيها بالساعة. أنا اشتريت الساعة دي عشان أعمل لها ريفيو وأشوف إذا كانت هي الساعة فعلا تستحق تبقى فعلا ساعة كويسة ولا أي كلام. تعالوا نشوف مع بعض هل فيها مزايا ولا لا. نتمنى الحلقه تعجبكم ونشوف مع بعض. دي الساعه الاوتوفيكس ووتش اللي انا اشتريتها، هنلاقيها من ورا بارد باي اوتل. دي الشركه اللي بتصنع اجهزه الفحص. نبدا نفتحها مع بعض. فتحها صعب شويه. هنلاقي الباند بتاعها موجود هنا، ودي الساعة نفسها. ده الشاحن. الباند بتاع الساعة، وده معاه مقاسين علشان لو واحد ايده كبيرة شوية. طبعا اول ما بشغل الساعة بتعمل لي سكان عشان انزل الابلكيشن بتاعها واقدر ان انا اعمل لها بيرنج على العربيه. هنشوف مع بعض. الساعه شكلها مربع وقريب جدا من تصميم ساعه ابل. بشكل عام الخامات مش افخم حاجه، لكن ده مقبول بالنسبه ليا. وعشان نفعلها هنفتح قائمه البلوتوث على التليفون ونعمل بحث عن الاجهزه الجديده. هنلاقي ساعه اوتوفيكس من ضمن نتائج البحث. نضغط اقتران او بيرنج ونروح للساعة عشان نقبل طلب البيرنج لحد ما نلاقي الساعة متصلة بالتليفون، وبعدها هنروح للستور علشان ننزل برنامج اوتل لينك، وده شكله بعد ما ننزله. هتعمل حساب عليه، ولو كان ليك حساب زيي تكتب الايميل الخاص بيك والباسورد وتدخل عشان تفعل الساعة بانك انت تعمل سكان للكود الموجود على الساعة. بعد ما عملنا بيرنج للساعة هنلاقيها اشتغلت معانا زي ما احنا شايفين. نقدر بعد كده بقى نتحكم فيها، نستخدم الاوبشنز بتاعتها. عايزين بعد كده ان احنا نبدأ نبرمجها علشان تشتغل معانا في العربية كمفتاح. بعد ما بعمل بيرنج بين الساعة والتليفون اقدر بعد كده ان انا اعمل جنريت للمفتاح، ان اخلي الساعة دي مفتاح لاي عربية. بمنتهى البساطة بفتح الاوتل لينك، بختار الساعة بتاعتنا اللي تكون معمول عليها كونكشن، بختار فيكول كي اوتوفيكس واتش كي جنريشن. ممكن اختارها بالموديل، ممكن اكتب رقم شاسيه على طول او اعمله سكان حتى بالكاميرا، او اختار الموديل مانيوال. انا هنا في الطريقه دي هختارها مانيوال، اختار كيا، اختار السبورتاج كيو ال اي موديل 20. بعد كده بدوس على اوكي، بيجيب لي شكل المفتاح اللي انا المفروض هعمل له جنريت. بدوس عليه، بختار التردد بتاعه،
هيبدأ بعد كده ان هو يعمل ابديتنج للداتا الموجودة على الساعة. زي ما احنا شايفين الساعة تبدأ بعد كده ان هي تنزل السوفت وير بتاع المفتاح على الساعة، واعمل جنريت للمفتاح بحيث ان انا برمج الساعة بعد كده على اساس ان هي مفتاح في العربية. زي ما احنا شايفين كده خلاص المفتاح اتعمل له جنريشن كده، هتلاقي الزراير ظهرت على الشاشة. اقدر بقى بعد كده اخد الساعة دي واروح ابرمجها عند اي محل مفاتيح او لو معايا جهاز برمجة على العربية علشان تشغل المفتاح ونشوف مع بعض. A few moments later. نيجي للخطوة الأخيرة إن إحنا هنبرمج المفتاح على العربية. هنشيل المكان، نطلع الفيشة عشان نركب الجهاز بتاعنا، وبعد كده هنستخدم جهاز البرمجة علشان نبرمج المفتاح. طبعا احنا مش لازم، في قطعة بتيجي مع الساعة بتتباع بشكل مستقل، مش محتاج الجهاز ده، ممكن بمنتهى البساطة ابرمج بيها على طول. بس انا مش محتاج اجيب القطعة دي لان انا عندي جهاز البرمجة، فهبرمج بجهاز البرمجة اللي موجود معايا. طبعا ده مفتاح العربية الاصلي، ودي الساعة لازم يكون كل المفاتيح موجودة معانا واحنا بنبرمج. طبعا بعد ما عملنا جنريشن للكي هبدأ بقى برمج المفتاح. هو بيقول لي ان هو لازم المفاتيح كلها تكون موجودة معايا. بمنتهى البساطة بدخل البين كود بتاعي، وبعد ما بدخل البين كود هيقول لي اضغط بالساعة او بالمفتاح على زرار ستارت. ده اول زرار، قال لي ان هو سكسيد. نخش بقى على اللي بعديه، ده تاني مفتاح. كده سكسيد. هيقول لي كده ان في مفتاحين اتبرمجوا. هلاقي المفتاح ده يقفل معايا والساعة كمان. نجرب بقى الساعة نشوف هتفتح وتقفل مع بعض ولا لا. طبعا ده مفتاح العربية بيفتح ويقفل معانا، ودي الساعة بتفتح وتقفل معانا. زي ما احنا شايفين احنا سايبين المفتاح بره العربية، معناش غير الساعة. عن طريق الساعة، وممكن كمان ان انا استخدم الساعة ان انا افتح بيها. زي ما احنا شايفين لو طلعت ايدي بره العربية مش هتقدر تشتغل. هيقول لي كي نوت ديتكتد. هدخل ايدي جوه العربية بالساعة، العربية هتشتغل معانا. ممكن كمان استخدم الزرار اللي جنب الساعة ان انا اقفل العربية او افتحها. والوظيفة الثالثة ان انا عن طريق الساعة برضو في عندي زراير موجودة على الشاشة زي ما احنا شايفين، اقدر افتح بيها حتى لو الشنطة. زي ما احنا شايفين الشنطة بدأت تفتح. الساعة فيها ميزة حلوة جدا ان انا اقدر استخدمها بالاوامر الصوتية. اقول العربية تفتح الباب تفتحه. open the door، فتحت الباب. close the door. لا التكنولوجيا حلوة مفيش كلام. طبعا هلاقي سؤال، حد يقول لي طب ما الساعة دي ساعة سمارت ووتش، ومعروف ان الساعات السمارت ووتش مع الوقت بطاريتها بتفضى. حتى لو بطاريتها الساعة فضيت تقدر تفتح بيها العربية وتشغلها كأنها مفتاح من غير بطارية. نيجي بقى للعيوب. الساعة رغم ان هي حلوة جدا بس ما بتدعمش اللغة العربي زي ما احنا شايفين كده. هتلاقي العربي طالع مربعات زي ما احنا شايفين. وانا بعت لي الدعم الفني اللي بتاع شركة اوتل واوتوفيكس واشوف هيردوا عليا يقولوا ايه. نيجي للعيب التاني، الفيسز بتاعت الساعة محدودة للغاية. يعني هنشوف دي الاشكال المتاحة تقريبا كلها، ما بقدرش اغير فيها اشكال جديدة. وبرضه بعت للدعم الفني ومستني ردهم على موضوع الفيسز. هيبقى فيه فيسز جديدة او ابديتس جديدة للساعة قريب ولا لا. الهاردوير بتاعها ممتاز، بس هنبدأ دلوقتي نشوف بقى عمر البطارية عامل ازاي. هجربها بعد تجربة يوم او يومين واقول لكم عمر البطارية عامل ازاي. ودي كانت تجربتنا لساعة اوتوفيكس من اوتل.
نتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش لو الحلقه عجبتكم تعملوها لايك وشير عشان توروا الناس ساعه اوتل الجديده ومزاياها. ولو ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل تنبيهات الجرس عشان يوصلكم باذن اول باول. استنونا في حلقه جديده من مواضيع جديده. مع السلامه.